عليكم. واحد الموضوع غادي بغيت نتطرق ليه. يعني انا ملي عرفت الاحداث ديالو داكشي بغيت نتطرق ليه، وبغيت يكون بعبره للبنات، عبره للبنات المقبلات على الزواج، اولا كتكون مخطوبه وباقا ما مشاتش عند الراجل، يعني باقا ما تكاتبتش. اشنو تيوقع؟ هذه واحد السيده جا خطبها واحد الولد وهي باقا قاصر. كي تسينو خطبوها وزغرتو كما تيقولوا، جابوا الخطبه ديالها، ركبوا الخواتم، ولكن كي تسينو باقيين ما تكاتبوش. علاش؟ لانها قاصر وقريبه، باقي ليها شي شهور قرابين. قالوا من زربوش بين ما وصلت سن الرشد وديك الساعه نتكاتبوا ونديروا اللازم. اش غادي يوقع؟ الناس ما عكسوش، الناس فرحوا بنتهم غادا تزوج شاب، يعني ما يتعبش بالمهنه ديالو. يعني الشروط اللي شرطوها تقبلوها اهل العريس، وكذلك اهل العروسه هم تقبلوا الشروط، يعني هذوك شرطوا وهذوك شرطوا. المهم علينا غاديين يتسينوا بين ما وصلت البنت سن الزواج، يعني سن التكاتبه. اش غادي يوقع؟ البنت ولات كتخرج معاه، لان خاصهم يتعرفوا على بعضياتهم قبل ما كما تيقولوا ضربوا الكحل في الابيض، قبل ما توقع الواقعه، قبل ما توقع الفاس في الراس. كتخرج معاه، كتمشي تجلس معاه في قهوه، كيجلسوا في شي مطعم يتغداو، يعني مره ماشي دائما. واحد النهار قال ليها يلا هي تشوفي معايا الدار، يعني الدار اللي غادا تكون دارنا، يعني بيتنا مستقبلا. وانا راني بديت كنجهز شي حوايج وديتهم، وغادي تشوفيهم، يعني المهم تشوفي معايا. وفي نفس الوقت راه كاينه الوالده تما، يعني راه كاينه، لان هي جالسه مع حتى هي حتى هي دير اللمسات ديالها في الدار وداك الشيء. وبغيتك تعطي الراي ديالك بان جبت واحد الفراش، جبت واحد الديكورات في الدار، وواحد الماريو ديال الحوايج وهذه وشي ديكورات جبتهم باش نعلقهم. انت بغيتك تاخذي الراي ديالك. قالت لي لا ما غاديش نمشيو دابا. قال ليها لا، قالت لي خاصني حتى نقولها لدارنا وداك الشيء. قال ليها شوفي، يعني واش انت كتشكي فيا؟ احنا مخطوبين وقارين الفاتحه وغادي ان شاء الله من هنا لقدام، ما بقاش بزاف، شي 4 شهور ان شاء الله، وغادي نكتبوا كتابنا ونديروا فرحنا وغادي نتزوجوا ديك الساعه وغادا تجي. قالت ليه مهم في الاول ما بغاتش، في التالي بقى معاها. ماشي في هذاك النهار، يعني في يوم اخر قال لها واش ما هداكش الله، واش انت خايفه مني، واش انا غادي ندير عليك، واش انا كون ما كنت باغي كاع من نجي نخطبك، وانا كون ما كنت يعني عزيزه عليا وداك الشيء وما غاديش نخاطبك، وما غاديش نجيب دارنا عندكم، وغادي تبقى علاقتي بك علاقه يعني من وراء العائله. ولكن حنا دابا كتشوفي كندخل عندكم للدار وهذه، ودارنا كيجيو عندكم وهذه. المهم غادي تمشي تشوفي واش ما كتثقيش فيا. يعني هو ملي بقى كيحلح عليها يلا تشوفي الدار، ويلا تعطي تي الراي ديالك، وانت انا غادي خاصنا شي حوايج، انا غادي تمشي معايا القصريه ناخذوهم ونديوهم معنا. بالنسبه مثلا راني خديت واحد التلفازه
وخصك تشوفي وهذه، وخصك تعطيني تي الراي ديالك فين غتكون، فين غنعلقوها وهذه. مهم دريه مع دريه فرحانه، هي عندها واحد التخوف من ناحيه يعني ما قدراتش تمشي. بقى عليها حتى زعمات قالت لي واخ. المهم شوف راه ما غاديش نتعطل، غادي غير نمشي، غنشوف معاك هذاك الشيء، غادي نديو التلفازه كيف ما قلتي، راه غادي تمشي تطرق مول الحانوت وغادي نديوها ونمشيو نشوفوا هادشي. قال لها واخ. مشاو. دخلات معاه للدار. اكتشفت ان كاينين غير شي حد بحال مثلا شي معلمين كاينين في الدار. هذوك المعلمين هي ما عرفتهمش ديولاش، وصحابو كاينين في الدار. واش نيت جايب شاري شي حاجه وجابوها ليه للدار باش يركبوها عليه. بالنسبه للتلفازه مشى داها لواحد الحانوت، قال لها انت شوفي انا ديك، شوفي درت معاه ودابا راه ساد. غادي نمشي حتى المره اخرى ان شاء الله ونرجع عنده. شوفي انا درت معاه وقلت لي راني غادي نجيب المدام ديالي ولا الخطيبه ديالي باش تشوف تعطي رايها واش ناخذ زعما على حساب اللي بوست بغات تاخذ ديال التلفازه. واخ. البنت دخلها تخوف، ومع البنت باقي قاصر، ولكن فرحانه لان داخله مع راجلها مستقبلا داكشي دخلها. المهم الناس اللي كانوا الدراري اللي كانوا تما خرجوا. قالت لي فين هي؟ قلتي لي كاينه الوالده تما حتى هي كتشوف. قال لها يمكن غتكون خرجات. المهم هو بغى عير باش يستغل الفرصه ويجيبها معاه للدار. جابها معاه للدار. صافي الدريه خافت. بدات هي يلطف معها الجو. وغتعرفوا ان من مغسل رجل بامراه الا والشيطان ثالثهما. بدات هي يحتك بها، هي بدات كتهرب منه، هو يشدها يعني بالرغم عليها. قال لها ما كيخليفها، واش انا غادي نكرك، واش انا هادي، وانا راه يعني حنا مخطوبين وحنا قاري الفاتحه وحنا بقات لينا غير 10 شهور 4 شهور وغادي نتكاتبوا هذه. المهم بقى عليها، هي حاولت تمنعه ولكن هو شدها بالعنف وتم ما تم. وقع فيه فض البكاره ديالها. بدات كتبكي، بدات كتغوت. شاف هو يعني انها سالت بالدم. هي صافي بدات كتغوت بواحد الطريقه هستيريه. هو كيقول لها سكتي واش انا غادي نتخلى عليك، انا ما غنتخلاش عليك، انا هادي. المهم قالت لي انا غادي نقولها للدار. قال لها لا ما تقوليهاش ليهم وهادي، والدار غادي نصافي وغادي يشوفوني واحد شوفه خيبه وما غاديش هادي. قالت لي لا ما نقدرش، انا غادي نقولها لماما. جات لامها ما عجبهاش الحال. انتي وتعرفوا الطريقه، يعني اش داك معاه انتي، اش بركك معاه انتي، شكون قال لك سيري معاه، وانتي يعني راك تعرفوا. يعني من حق هاد الام تغوت على بنتها، من حقها وكل ما دارتو فيها تستاهل. المهم اللي هذا قال لها عومي بحرك. كيفاش نعوم بحري؟ قال لها عومي بحرك، انا قلت لك ما تقوليهاش ليهم وانت مشيتي قلتيها وانت فضحتيني وانت هادي، دابا عومي بحرك. مشات هي. المهم امها ساقت الخبر لهذا الشيء. مشاو عند الامن، داروا الشكايه و قالوا ليهم اشنو كاين. عيطوا ليه، داروا معاه بحث. قال لهم حقيقه انا خاطبه
وقريبين باش غادي نتكاتبوا. ومشات معايا للدار، ولكن بالخاطر ديالها انا ما بززت عليها، ما عنفتها ما والو، بالخاطر ديالها جلست معايا، وقع اللي وقع. ولكن انا يعني انا ماشي كنت ناوي نكرهها، ولكن هي فضحاتني. هو دابا هو جا الحقيقه هذاك الشيء نيت اللي المهم اعترف في المحضر ديالو باللي فض البكاره ديالها. ودابا الدعوه ديالهم راها في المحكمه، كيتسينوا القضاء باش يفصل في هاد النزيله. الغرض من هاد الشيء كامل، اولا المقصود ديالي من هاد القصه، وهي واقعيه وكتير، ماشي هذه اول قصه ولا اخر قصه، راه الملايين القصص بحال هكا، والاحداث اللي وقعت بحال هكا، والبنات كيضحكوا عليهم، كيقول لها غادي ناخذ هذه باقي ما خطبهاش، كيقول لها غادي ناخذك صافي، وكتمشي معاه. كيجي يخطبها وصافي، وكتقول صافي يعني خطبني صافي، راني يعني انا ليه وهو ليا. لا حبيبتي، ماشي انت ليه هو ليك، انت ليه هو ليك بالكتبه بكاغ ديال الزواج. انت ليك وهو ليه، ولكن غير هضره وكلام ما فيها لا كتبه لا عقد لا حتى حاجه، هز كلمه. وبالاخص ملي كتوقع شي واقعه بحال هذه، بحال اللي وقعت هاد السيده اولا هاد البنت اللي مشات دابا ضحيه. واش ملي بلغاتو البوليس ولا بلغاتو المحكمه باقي عاد غادي ياخذها؟ والله الا خداها، والمحكمه غتحكم عليه لان تغرير بقاصر وهتك العرض سواء بالعنف او بدون عنف. شوف شحال المحكمه غادا تعطيه. ايوا شكون الضحيه هنا؟ الضحيه هي البنت. ما هو راه راجل يدوز الحبس اللي دوز، يعطوه 5 سنين، يعطوه حتى 10 سنين حتى كاع. اش غتصور من موراه؟ اش غتصور هاد البنت القاصر من موراه ملي احتك ليها العرض ديالها وفض ليها البكاره ديالها؟ يعني ما بقاتش بنت بكر، ولات تيب. شكون غادي يتزوج بها؟ شكون غادي يغمض عينيه وغادي ياخذها ويكتب معها ولد معها الولاد؟ وكونوا على يقين اللي كتكون بهكا وكي ياخذها واحد اخر، كياخذها راجل اخر ويكتب عليها وعارف القصه ديالها، غيبقى دائما يعايرها بها. دائما المشاكل كتنوض ما بينه وبينها على هاد الشيء، دائما كيبقى يعايرها بها. كونوا على يقين، شهر شهرين عام عامين وجبد لها. فين ما تقول اي ولا تناقش معاه شي مساله ولا تدور فيه، يحط لها الموضوع ديالها قدامها ويبدا يهينها به وبدا يغوت ولا ربما لا كانت من الناس اللي يعني كان شي مدمن ولا شي حاجه، والله ما يسكت، والله تيخرج الزنقه وبدا يفضح فيها. البنات وعاو، البنات ماشي غير تكاتب، ماشي غير جا خطبك صافي، ماشي جا خطبك صافي، راه خطبها وتكاتب معاها، وقبل ما يدير الحفل ديال الزفاف فض البكاره ديالها بدون علم والديها وبدون علم الاسره وبدون علم الوالدين. ونهار العرس كيف عد العادات والتقاليد عند العرب كيتسينوا ان نهار العرس عاد يوم الدخول بالزوجه او يوم الدخول بالعروسه، والناس كلهم كينتظروا واش غتكون واش كيف هما عارفينها راه مزوج ببكر ولا مزوج بتيب. هذه عادات وتقاليد، هذه ما تقولوش هي ما كايناش، كاينه في جميع الاسر،
عند جميع الاسر وعند جميع العرب اللي هما مسلمين. عندهم البنت ضروري ما كيدخل بها الزوج حتى اليوم الفرح ديالها، ماشي قبل. الا كانت قبل الا بالاذن ديال الوالدين العريس والعروسه ويكونوا حاضرين. اما باش يختلي بها ويفض ليها البكاره ديالها ونهار العرس، والله الدور ليه في الخوه يا تينكرها. وشكون اللي كتبقى الضحيه؟ هي البنت. دائما الضحيه هي المراه. ما هو راه راجل يتزوج وخا يبلغ حتى 60 عام ويجيبها بنت باقا صغيره ديال 20 عام و30 عام، وهي شي واحد ما كيبقى يشوف فيها، ولا اللي كيشوف فيها باش يستغلها. نعاودها ونكررها، باش يستغلها ويلوحها. هاد القصه بغيتها تكون عبره البنات صونوا شرفكم وصونوا عرضكم وصونوا شرف العائله. وعرض العائله راه هو عرضك يا بنتي، وشرف العائله راه هو شرفك. الا ضيعتيه ضاع كلشي. نتمنى تكون هاد القصه اللي هي واقعيه وحقيقيه تكون عبره للبنات وياخذوها كموعظه، وما يبقاوش يتخالاو مع الدراري، ما يبقاوش يتخالاو مع الرجاله، ما يبقاوش يتخالاو مع الغرباء. الا كانت اش غتكون